كلنا عارفين مين احمد المنسي، بس اللي ما نعرفوش ان كان في صفة مشتركة بينه وبين هتلر. استنى ما تتخضش وتعال احكي لك الحكاية من الاول. بس قبل ما احكي لك ما تنساش تعمل لايك وفولو وتشوف بقية الفيديوهات. احمد المنسي اتولد في قرية بني قريش في منيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية يوم 14 اكتوبر 1978. وهو في مرحلة الطفولة كان متأثر بشخصيات عظيمة جدا زي سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا حمزة، وكان بيحب روح القيادة. وبعد مرحلة الثانوية وزيه زي كتير من الشباب قدم في كلية فنون تطبيقية بجانب اختبارات الكلية الحربية، وده الشبه بينه وبين هتلر انه كان رسام. وخاله كان له عظيم في الجيش، شارك في حرب اليمن واختفى سنة وكانوا فاكرينه استشهد، ولكن رجع بعد سنة وكان قريب جدا من المنسي. واتخرج المنسي سنة 1998 من الكلية الحربية، وكان ضابط في قوة الصاعقة المصرية، وكان بيبدل بينها وبين الفرقة 3 تسعات. وبعدين قدم في فرقة السيل، ودي فرقة كده عالمية موجودة في أمريكا، بيقدم فيها 120 ضابط وبيتقبل منهم 34 بس، يعني الصفوة من الضباط هي اللي بتتقبل. وبعدين خلص مهمته ورجع لمصر، وقدروا انه يوصل انه يكون من اقوى 100 قائد عسكري على مستوى العالم. وحبه للوطن كان هو اللي بيميزه من اول يوم كان ضابط فيه. قدر يقتل اكتر من 380 ارهابي واثر اكتر من 120 ارهابي شديد الخطوره. وللاسف صدرت الاوامر من الجيش انه ينتقل لمنطقه البرس علشان يقطع الدعم اللوجستي للارهابيين اللي موجودين في سيناء، ولان منطقه البرس كانت منطقه مهمه للدعم اللوجستي للارهابيين، فاختاروا المنسي انه يكون قائد المنطقه. وفضل المنسي محافظ على مهمته لحد الساعة 4 الفجر يوم 7 يوليو 2017 لما تمت مهاجمة الكمين ب 150 شخص و4 عربيات دفع رباعي محملة بالذخيرة والأسلحة. وللأسف يتكتب آخر سطر في قصة البطل أحمد المنسي ويستشهد.